في ناس فاكرة إن العلاقات بتنتهي بسبب الخيانة أو بسبب المشاكل الكبيرة، لكن الحقيقة معظم العلاقات بتموت بطريقة أهدى من كده بكتير. بتبدأ يوم ما واحد فيهم يبطل يحكي، يبطل يشارك، يبطل يقول اللي جواه، مش لأنه ما بقاش عنده كلام يقوله، لكن لأنه حس إن محدش بقى بيسمعه. في الأول كان بيحكي كل اللي جواه، أصغر تفاصيل يومه، حلمه، مخاوفه، الحاجات اللي مزعلاه، وبعدين مرة واحدة يلاقي نفسه بقى بيتقاطع، يتفهم غلط، يتحكم عليه، يتقال له انت مكبر الموضوع، اصلك حساس بزيادة، اصله مش وقته دلوقتي. فيبدأ يسكت. والسكوت في العلاقات خطير جدا، لانك ممكن تعيش مع شخص سنين وتفتكر ان كل شيء تمام وكل حاجة ماشية كويس، بس الحقيقة هو من جواه بقى في عالم تاني، بقى عايش في العالم بتاعه. وكل مرة بتسكت فيها وتكتم جواك، انت بتحط طوبة جديدة بينك وبين الشخص اللي بتحبه، لحد ما في يوم يبقى بينكم حيطة كاملة كبيرة. أغرب شيء في البعد إنه مش بيبدأ لما الناس تمشي، البعد بيبدأ لما الناس تبطل تتكلم وتبطل تحكي اللي جواها. عشان كده لو الشخص اللي انت بتحبه لسه بيحكي لك اللي جواه، حتى لو كان زعلان منك، لسه بيعاتبك، لسه بيشتكي لك، فدي علامة كويسة. لأن الأسوأ من الغضب هو اللامبالاة، والأسوأ من الخلاف هو الصمت. تبقوا عايشين في خرس في العلاقة، كل واحد فيكم ساكت وكل واحد فيكم عايش في العالم بتاعه. العلاقات نادرا ما بتموت بسبب كلمة قاسية أو كلمة اتقالت، لكنها كتير جدا بتموت بسبب 1000 كلمة ما اتقالتش.